اصحى يا نايم، وحد الدايم، الحاضر يعلم الغايب، الشيف يوسف ومقلاية التفال اتحدوا سويا لتحضير وطهي الأطباق التي انتم طلبتوها. اصحى يا نايم. صحيتني، يلا تفضل. صحينا، تفضل. شيف يوسف. يلا. أنا مسحرات. أحلى مسحرات. حلقتنا اليوم في الرجل ومقلاة تيفال التحدي الصيادية. حنعملها بطريقة زي كل طبخة سهلة وسريعة وما حتلزق. بس أول شيء أنت مليانة اليوم. منفوخ. يوم جيعان يوم منفوخ. شو صار معك؟ ما امبارح إيه ما تاكل لي اياهم الاكلات. جارتي لزق؟ نعم جارتك اللزقه. قمت انا وين اكلت كل أكلت؟ الاكلات هون كله؟ فانتفخت. يعني ما فطرت اليوم؟ لا بس قالوا لي انه التفاح بيهضم. اكلت انا تفاح. بدك تفاحه؟ هات. انه اذا ما بدك هتاخذ عضة وتديني هي؟ ما أنا بعمل الصيادية وباكلها لحالي. شو عم تعملنا اليوم؟ صيادية سمك. حضيف قلت لي بتحب الصيد. بحب الصيد العصافير يا السمك؟ كله على حسب الموسم. يعني هدول مقوسهم قواس؟ هول؟ ايه بس قوس في البحر. غطست يعني. حضيف عليهم شوية كمون وكاروي. ممكن نضيف عليها نكهات الصيادية، يعني في كل بلد بيضيفوا عليها نكهات مختلفة. ممكن احنا كمان نبتكر ونضيف النكهة اللي انت تحبها. انا حاطط كمون وكاروي. حقليها شوية، حضيف عليها كمان ملح. تحب الصيادية؟ اوه اكل السمك اصلا كثير طيب. احنا عندنا اكل السمك يوم الجمعة. الجمعة عندنا سمك في السعودية دائما. وشو الفرق بين مثلا هاي الطبخة والطبخات الأوروبية مثلا؟ هاي من عندنا وديك أوروبية. يعني هاي عربية وديك أوروبية. هديك بتحكي إنجليزي، هاي بتحكي عربي يعني. لأن هدوليك صراحة ما كنت عم بفهم عليهم. ايه ما فهمت عليهم ها؟ والأكلات الألمانية ما فهمت منهم شيء صح؟ روزوتو. طبعا عادة هم ممكن كمان يطبخوا عندي هنا الرز. يطبخوه وفي ناس دائما بيسألوني كيف يصير لونه بني. طريقة انه الرز يصير لونه بني او غامق، البصل لما بنشوح او بنقلي البصل نخلي البصل يوصل لمرحلة تكون غامقة، وهذا اللي حيخلي الرز يصير غامق معنا. هنا حطبخ السمك اول، واكيد في مقلاية واحدة بعدين حنرجع نطبخ البصل، وححط عليه شوية كركم وححط عليه كمان شوية قرفة، وحط الرز نخلطهم وحتكون جاهزة. طيب نسألك سؤال شيف. اسألني. أنت بتعمل أكلات من كل دول العالم. ايه أنت بارم دول العالم؟ بارم دور العالم. وين رايح؟ رحت الهند. رحت وليه مش حاطط نقطة حمراء؟ حطيت لما كنت هنيك. ايه شلتها بعدين. وين رحت كمان؟ رحت تايلاند، ساوث افريكا، جنوب افريقيا، فلبين. وانت بارم العالم؟ أنا إيه؟ وين رحت؟ من البيت لهون ومن هون للبيت. بالاكلات حقتي ببرم العالم معك. شو لك يعني؟ مرة صيني مرة هندي. ايه مزبوط. مثلا وقت الصيني صرنا نحكي صيني ونلعب كاراتيه. ذكرت؟ أي بلد حبيته أكثر شيء؟ أي بلد حبيته أكثر شيء؟ تايلاند ممكن. أكلهم طيب؟ أكلهم طيب؟ أكلهم طيب. رعيونهم هيك؟ شوية بس مو زي الصيني. الصيني أكثر. تاكل كاتشيه؟ لا.
كمان دقيقة وحنحطها على الصحن ونبدأ بالرز. ونكهة السمك حتكون لسه في المقلاية فحتدي نكهة، بس نشيل السمك لأنه حيكون يستوي، السمك يستوي بسرعة فنشيله على جنب بعدين نحط الرز. صح؟ ايه صح. وهيدي السمكه مقشره وكل شيء خاصه. ايه بلا العظم بيكون أسهل كمان. ايه بتعرف لانه انا منيح اللي مفقاها من الحسك، لا انا بنزعج من الحسك. ايه حتى أنا. طبعا زي ما شفنا دحين انه المقلايه قيدها حاره. عندنا هنا في غير انها ما تلصق كمان فيها العلامه الحمراء عشان نعرف انها جاهزه وحاره زي ما انتم شايفين في الدخان بيطلع منها. هضيف شويه بصل وتوم. لا بلا توم. ما في توم اليوم. وهي الطبخه قد ايه بدها تخلص؟ 10 دقائق 8 دقائق على السريع مثل الباقيين. مثل الباقيين. اكثر شيء 10 دقائق، اقل شيء 5 دقائق. تاكل تفاحه؟ خلاص خلصت التفاحه. خبرك قطشه. طب هاتها يلا قطشه. قطشه. بعدين بالعافيه. انت تحتاجها للهضم، شايفك منفوخ كثير اليوم. شو بدي اهرب من هيدي جارتك شو اسمها؟ لزقه هتلزق فيك. حط الرز. انت بتحب اللون البني حاسك. لانه في له فوائد اكثر فبحاول احافظ على صحتي وصحتك. خايف على صحتك انا. نسيت. وهي اكيد حتاكلها هون قبل ما تروح صح؟ بعد بساعة؟ نخلي لك اياه في الثلاجه لبكره. ضفت شويه كركم، هضيف كمان شويه كمون. وبرضه حضيف شويه قرفه على الرز. زي ما قلنا انتم تقدروا تنكهوها باي منكهات انتم تحبوها. صيادية. هلا اني عرفت ليش اسمها صيادية. ليه؟ لانه لانه بيصيدوها. بتصيد السمك. بتصيد السمك. وانا الرز انا عندي كنت سالقه قبل بوقت، وزي ما قلت انت انا احب الرز البني. الرز البني ياخذ وقت اكثر شويه من الرز الابيض، تقريبا 30 دقيقه الى 35 دقيقه. عندي كمان هنا حاضيف عليها الكزبره. نوطي النار. ما خلصت لسه؟ تاخذ تاتشي؟ يعني انا طبخت اسرع ما انت تاكل تفاحه. جيعان منيح. كيف الهضم عندك احسن؟ بطنك احسن هلا بعد التفاحه؟ اوه هضمت على الاخر. نجيب الصحن. حطينا الرز. حطينا الرز البني. بني على اصفر. عن جد قديش انا صرت جاي لعندك. اكلك كله صحي وسليم. كله صحي وسليم ولسه طعمه حلو، يعني يبقى الاكل الصحي ممكن كمان يكون لذيذ يعني. عارف؟ فمو لازم انه الواحد يخاف انه اذا اكل صحي ما راح يكون لذيذ، بالعكس احنا بنوري انه الاكل الصحي كمان راح يكون لذيذ. حنضيف السمكه، اضيف لك سمكه واحده عشان بطنك لا تعبي. اوكي. حنضيف كمان صنوبر. تبقى حبه لوز. بدك حبه بس خد حبه واحده بس. حبه واحده. نضيف اللوز، شويه صنوبر وبصل. لسه التفاحه ما خلصتها؟ ما خلصت التفاحه؟ بلا خلصنا التفاحة. هذه كانت وصفة الصيادية، أكيد هحتلوك بس كلها هنا أنت قبل ما تروح عشان لا أحد ياخذها منك.
جربوها رح تعجبكم، وشوفونا في تحدي جديد في الرجل بقلاد تيفال في الحلقه الجايه. شباب يا أهالي المدينة الكرام، ودي كانت وصفتنا اليوم يلي حضر لنا إياها الشيف يوسف ومقلية تفال. واللي عايز وصفتنا اليوم يتابعنا على الفيسبوك والتويتر. يا أهالي المدينة الكرام،